الو. الو. ابو الوفا، ازيك؟ ازيك يا حسن، عامل ايه؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله، ربنا يستر، الحمد لله. الحمد لله. ايه يا معلم، انت يديك اللي تعرف باشا ان ده. الفلوس الاسلام بيقول لك والله العظيم وحياة ربنا الفلوس دي انا متداين بيها. حبيب قلبي، انا ما كنت انا عايز افهم قوي انت. انا متاكد من مليون في الميه بعد اللي حصل ده كله ان هو مطلع عليك مصلحه كبيره. تمام. اه، ماشي. ما انا عارف، بس انا اعمل ايه ان انا ما اعرفش حد ماشي. وانت عارف كده. ماشي. انا فكانت اصلا قدامي انا اكتشفت بالصدفه ان انت عندي في الاصدقاء من زمان. مش عارف ازاي ما كنتش اه، شايف. ما انا اكتشفت لما لقيتك مم. انت كاتب على احمد النصر ان هو مم. بيكذب الكذبه، وكنت كاتب عليه تعليق. فقلت يمكن انا اعرفك لان هو اللي عمل الاغنيه بتاعتي وكده. يا ابني، ما هو انا اللي بعته فيه. احمد المصري اصلا ما كانش موافق ان هو ياخد 1000 جنيه، وانا اللي اقنعته قبل ما يبقى في مشاكل بيني وبين احمد المصري. تمام. هو خد. وانت اسلام واخد مني 2000 جنيه ساعه التسجيل. وساعة التصوير والمونتاج. التصوير والمونتاج، بس الكلام ده ما يطلعش لحد مني عشان ما يحصلش مشاكل بيني وبين حجاج. اه. اول حاجه بعت له 2000 ونص في رمضان، كم؟ وولت امبارح يوم ما جينا خدت 3000 ونص، يعني 6000 جنيه. واخد 6000 جنيه على التصوير والمونتاج. وحياة ربنا وده بيقول حجاج قال ان هو كرمه عشان خاطر نصيحة حجاج. هو حجاج يقرب لك عمك فعلا؟ هو يقرب لي من بعيد اصلا، بس انا الفلوس دي مستلفها من اخوه اسمه الحاج طب صالح، واخوه ده. وحجاج عارف ان حجاج دفع له 6000 جنيه؟ اه يا عم، اول حاجه قال لي 2000 ونص. ده غير فلوس فالفلوس دي انا مستلفها. ده غير فلوس التسجيل. اه، فلوس التسجيل 2000. يعني انت دافع كله 8000 جنيه؟ 8000 جنيه. يا دين امي. شفت بقى انا مظلوم ازاي في الحكايه دي، بس اعمل ايه طيب؟ يا ربنا لا، هو ما انت عارف، انا مخنوق من نفسي قوي دلوقتي يا ابو الوفا. انت صدمتني صدمه عمري يعني. انت عارف الشغل بتاعك كله معمول بكام؟ كله على بعض معمول بكام؟ بكام؟ ب 2000 ونص. يعني ده واخد 5500 جنيه في جيبه. في التصوير والمونتاج. انت شغلك كله التسجيل بالتصوير بالمونتاج انا عامل لك الشغل كله. انا مخلي احمد يسجل لك ويوزع لك ويمكسج لك ب 1000 جنيه بس. تمام. اه، وانا عامل لك التصوير والمونتاج واللوكيشن والمعدات كله ده ب 1000 ونص بس. يعني اسلام ضارب 5000 ونص في جيبه. 5500 جنيه ضاربهم في جيبه. يا ابني، ده كان بيعيط طيب. لي. كان بيعيط لي وبيقول لي ده بعت لي عربون وانا صرفته وبقيت 300 جنيه. والراجل ده عيل صغير ومعهوش فلوس. و... وانا مش عارف اعمل ايه يا حسن، وانقذني ومش انقذني عشان هو عارف ان انا الوحيد اللي اقدر اخدمه. انت عشان تاجر لوكيشن، عشان تاجر معدات، عشان تخلي المخرج ينزل يصور معاك، لازم تصرف مبلغ مش اقل من 5000 جنيه فعلا. اه، لكن هو عارف ومتاكد مليون في الميه ان ما حدش يقدر يحقق له المعادله دي، او يقدر يحقق له اللي هو عايزه بالفلوس دي غير عبد الله. وانا خدمته فيها، وفي الاخر اتشتمت بامي واتقل مني واتقل ادبه عليا. وعايز يوقع بيني وبين ماضي صاحبي. وفي الاخر كمان مش عايز يحط اسمي، عايز يحط في التتر اسم تاني غير اسمي. حسبي الله ونعم الوكيل في ربنا. الفلوس اللي خدها مني دي يا رب يجيب بقى علاج على نفسه على اللي هو عمله. خلي بالك ان ربنا يعلم بحالة الفلوس دي، وحياة ربنا مستلفها. حرام عليه والله، حرام عليه يعني. انا اعرف الواحد يعمل مصلحه. انا قلت يعني يمكن اعمل عليك مصلحه ب 1000، ب 1000 ونص. ماشي. انت تعرف انت, لكن انت يعمل تعرف ان عليك الفلوس مصلحه ب دي 5500 جنيه ويحلف لي ان هو ده مفيهوش فلوس. اقسم بالله ده انا نزلت، انا عامل الموضوع خدمه والله العظيم، واخد فيه مليم. ده انا كنت ده هو عارف ان انا يعني قاعد في بيتنا ما فيش شغل ومحتاج فلوس. ونزلت اشتغلت معاه، قلت له عادي. ولما شفت عرفت ان انت طفل صغير يعني لسه صغير قد اخويا الصغير. قلت لا يا عم، ده انا هعمل له الشغل باحسن ما يكون، كمان كانه معمول ب 5 6000 جنيه. ده غير كده كمان. انت تعرف فاكر لما كنت بتكلم في القهوه بقول له انا اعرف صاحب قناه شعبيات، اعرف اجيب لك عرض كويس السعر المره في القناه. قال لي انا هخلص الموضوع دوت واسيبك انت. يا ابني انا لقيته بيتوه. انا متاكد برضو ان هو هيديكوا السعر في الاذاعه غالي. انت عارف انا بعمل المره بكام في انا مش هدفع فلوس تاني. وانا انت تعرف ان انا مستلف الفلوس دي من اخو حجاج اسمه الحاج صالح. مستلف منه الفلوس دي لان الفلوس دي انا طب انا حجاج بس يعرف ربنا اللي المعلومات دي؟ ابتليت بده ينجح لان انا معيش. حجاج يعرف المعلومات دي؟ مش عارف. انا هكلمه واقول له على الكلام ده ما ينفعش. ده
يعني سارقني وكمان. يا لهوي. وكمان عايز يضيع تعبي وشقايه. يعني انا ما خدتش مليم وعايز يضيع تعبي وشقايه ومش عايز يحط اسمي على الكليب. يعني انت يرضيك، انت يا ابو نفا يرضيك ان انا بعد ده كله سيبك بقى من موضوع الفلوس دي بينك وبينه يا عم. انا ارتضيت ان انا اعمل لك الموضوع ده بالمبلغ دوت وما اتكلمتش. تمام ماشي. بس انت يرضيك ان بعد ده كله ان هو يعمل التتر على مزاجه وما يحطش اسمي فيه بعد التعب اللي انا تعبته؟ انت يرضيك؟ لا ما يرضينيش طبعا، ولا ما يرضينيش انه يضحك عليا في فلوس، بس انا خايف الموضوع يتفشكل كده والفلوس ما اعرفش الموضوع ومش عارف لا ما تخافش من حاجه. الكليب بتاعك معايا والمونتير صاحبي، الموضوع كله في ايدي انا. انت ما تخافش من حاجه، انا معاك. يبقى اطمن، الماتيريال طيب معايا. انا خايف الكليب لو ما اتعملش انا هتدين بفلوس، ممكن السجن، ممكن اهلي تسجن بسبب الفلوس دي. يا حبيبي لا، ما فيش الكلام دوت. الكليب بتاعك هيخلص وخليك تيجي تستلمه انت وحجاج مني انا شخصيا. الكليب بتاعك معايا انا مش مع اسلام. الكليب بتاعك معايا انا مش مع اسلام. وانا عن نفسي انا عناية ليك في اللي انت عايزه. تمام حبيبي والله، وربنا يخليك ويديك عافيه. انا لما شفتك واسترحت لك لقيتك عيل غلبان وطيب. فانا بص، لاي حد طيب بالنسبه لي انا ممكن ادور عليه. بس دوت يعني ينصب عليك النصب دوت، وفي الاخر يقول للمونتير ما حسن ما يحطش اسمه على الموضوع وبتاع. بص انا اعرف المعلومات دي لعمك حجاج على فكره. نفس الكلام اللي بعته لك ونفس الكلام اللي بعته لعمك حجاج ونفس المحادثات اللي حصلت بعتها برضه لعمك حجاج على الفيسبوك. المفروض ان هو يقراها ويشوفها. تمام كل الكلام اللي بعته لعمك حجاج. تمام بس تمام كده، وانا هتصل بحجاج واقول له على الكلام ده. وبعد اذنك اسلام يطلع بره الموضوع تماما. هو النهارده قابل المونتير اداله برضه 200 جنيه تاني، غير 100 جنيه اداها له، والمونتير فاضل له 200 جنيه. تمام المفروض ان هو المونتير فاضل له 200 جنيه. قال اسلام قال له لما حجاج يبعتهم لي يبقى ايه اديهم لك، ما تبعتوش فلوس لاسلام تاني. يا عم واخد الفلوس كلها وحياة ربنا، واخد الفلوس كلها. يبقى عمك حجاج بقى يتصرف من الفلوس. انا عايز الكليب ده هيخلص بالكتير على بعد بكره يا ابو الوفا. تيجي انت وعمك حجاج تقابلوني انا والمونتير، اسلمك الكليب بتاعك يا ابني. لو انت عايز تعمل في اي تعديل انا عينيا ليك. تمام وعمك حاجه بس تدي 200 جنيه للراجل المونتير وهسلمك الكليب وهسلمك الجروب بتاعته. ولو عايز عم تروح تذيعه في اي قناه انا عينيا ليك برده، وهوديك انت بنفسك للقناه. على فكره انا قلت له انا هخلي ابو الوفا يمضي حاجه اسمها عقد كل تون ورينج تون ببلاش. انا ما بعملوش ببلاش. لما قلت له برضه لما شفت انت برضه زي سنك صغير قلت له هخليه يعمله ببلاش، هخليه يروح يمضي مع شركه ينزل لك كل تون ورينج تون على فودافون واتصالات وموبينيل. تمام يا ريت والله العظيم. بس حبيبي انا هعمل لك وانا هعمل لك الكلام ده بغض النظر. سيبك من المشكله بتاعت اسلام، انا هعمل لك الكلام ده وببلاش. تمام حبيبي. وانا انا عموما كده اتعرفت عليك وعرفتك. انا من هنا ورايح انا اسلام ده، بس عايز الموضوع الكليب ده يعدي على خير، لان انا ممكن يحصل لي حاجه بجد لو الموضوع ده اتفشكل. لا بص، موضوع الكليب انت ما تعرفش. موضوع الكليب انت ما تقلقش منه. انا بقول لك ما تقلقش منه. الكليب بتاعك في ايدي انا، في ايدي انا. خليك يعني ثق في الله ثم فيا. انا ابن الناس مش هاذيك ولا هضرك. كان عمري ما اذيت حد ولا ضريت حد. تمام ربنا يخليك ويبين عليك انسان محترم وربنا. بس اسلام ده مش عارف ليه بيعمل كده. طيب انا واحد يكون حتى معاه ولا اقسم بالله العظيم مصدوم. اقسم بالله العظيم مصدوم. طب انت مطلع المبلغ ده كله؟ طب على الاقل يا عم كنت اجر لك لوكيشن محترم. ده انا اديته رقم معلم كبير في نادي السمان عشان ياجر لك حوالي شعبيه وبتاع. راجل معلم كبير صاحب اسطبل. تمام بيروحوا يصوروا هناك مسلسلات، بيصوروا هناك فيلم عبد موته، وصوروا حاجات كتيره هناك لمحمد رمضان، ناس كتيره كده. تمام بيكلمه بيقول له انا عايز لوكيشن. قال له هتدفع كام؟ اسلام بيقول له هدفع 250 جنيه. الراجل بيكلمني بيقول لي انت بتهزقني يا حسن. دخل واحد يكلمني. الراجل اقل لوكيشن عنده بيتاجر ب 1000 ونص. اقل لوكيشن. يروح اسلام يروح يقول له يصغرني معاه، يقول له 250. بعد كده جه يعيط لي ويقول لي حسن اتصرف، انا معيش غير 1000 ونص وعايز اصور الكليب ومنتجه والمعدات وكل حاجه. انت تعرف ان والله العظيم بعد ما انا دفعت الفلوس دي يوم الخميس يوم التصوير كان امتى؟ كان يوم الجمعه. اقسم بالله العظيم قعد كان يوم السبت. التصوير قبل التصوير بيوم كان عمال يعيط لي. والله كان عمال يعيط لي وانا قلت له يا عم انا مش عايز اعمل الاوردر ده، مش عايز اعمله. انا يا اسلام طلعني بره الموضوع، انا مش هعمل الاوردر ده. ويزعق وبعد كده يروح ويرجع يعيط لان هو بيروح بيحاول يتصرف ما بيعرفش يتصرف. عارف ان اللي هيخلص المشكله دي كلها على عبد الله ما حدش تاني هيعرف يخلصها له. يجي ينصب عليك بعد كده يجي يقل مني، وكمان عايز ينصب عليا
في تعب وشقايه وما يكتبش ان الموضوع اخراجي ويحط اسم ناس ثانيه؟ ده بشرع مين وبحكم مين؟ ده يرضي مين ده؟ على فكره انا رأى اسلام معايا، هو بدري كلمني قال لي هي اسم الاغنيه ايه؟ قلت له اسم الاغنيه اسمها ليه يا زمن. راح بقول له انت هتكتب اسمي ايه على الاغنيه؟ قال لي هكتبه بلوها منصور. قلت له خلاص ماشي. ما كنتش اعرف ان الموضوع ده، هو الموضوع ده حصل من امتى بالظبط؟ المشاكل حاصله من امبارح يا ابني. هو اول يوم التصوير اه اداني 1100 جنيه، تمام. اه المفروض ان هو كان يديني عربون قبلها، ما ادانيش. المفروض 1100 جنيه دول دفعت انا. عارف هو في اليوم ده واخد كام؟ واخد 3000 ونص. طيب اسمع بقى، على فكره انا لما بنزل لما الكاميرا بينزل معايا اوردر بديله فلوسه كامله، تمام. وبجيب له فطار وبجيب له غدا وبجيب لهم. انا جبت اكل وشرب على حسابي انا والراجل اللي معايا، تمام. ودفعت تاكسيات على حسابي. انا ما طلعتش بحاجه من الموضوع. انا كل اللي اداني 100 جنيه صرفتها مواصلات واكل، تمام. انا جايب له معدات ب 550 جنيه، ودافع في الظاهر 200 جنيه للراجل الكبير اللي هو عم حافظ دوت، ودافع في العجوزه لكريم 200 جنيه اللي هم بالحب كده مرضيه عشان هم وقفوا جنبي وسابوني اصور براحتي، تمام. مفيش حد في الدنيا هيقدر يعمل له الكلام دوت. انا بس الناس عشان بتحبني بتسهل لي الامور، انت فاهم. مفيش حد في الدنيا يقدر يعمل له الكلام دوت. واديك شفت انا تعبت معاك ازاي، وانا اللي عملت لك القصه وقلت لك انا هتعمل كذا انا هتعمل كذا هتعمل كذا، وانا اللي عملت لك قصه في الموضوع. حصل ولا ما حصلش؟ بقول لك ايه، انت من ناحيه اسمك فتطمن ان انا احط اسمك على الموضوع، ما اكون هلغيه. حتى لو انا هديك فلوس علمني، يعني انت تطلع جدع معايا وانا برضه هطلع اجدع منك معاك. بص اسمك كده هيتحط. اسمك هيتحط على الموضوع. انا كده اللي ماسك المونتاج، وانا اللي ماسك الكليب، وانا اللي معايا الماتيريال، وانا اللي معايا كل حاجه، تمام. اسلام معوش اي حاجه، اسلام كان مجرد وسيط في النص، بس انا اللي معايا كل حاجه كده. تعرف عمك حجاج المعلومات ديت، تمام. والكليب بيخلص تيجي انت وعمك حجاج تقابلوني انا في البلد مسافر. انا سافرت في اليوم اللي انا مشيت فيه، اهلي اتصلوا بيا مع فرح. ما ينفعش تيجي ما ينفعش تيجي في يوم تاني يعني؟ انا ممكن اخلي حجاج يجي ياخده، هو بينزل مصر دايما. طيب يعني مثلا تخلي عمك حجاج يجي، تمام، بعد ما تعرف المعلومات دي كلها، وتخليه يكلمني برضه وتفهمه الحاجات دي كلها. عمك حجاج ما يجيش لاسلام، او يجي لاسلام بقى ياخد منه هو الفلوس اللي دفعها له، يتعامل معاه ماليش يعني هو حر معاه. بس عمك حجاج مش هيستلم من اسلام، يستلم مني انا وماضو، فاهم؟ ان اسلام كده ما هوش حاجه يسلمها له، يجي يستلم مني انا وماضو. وانت شوف، انت قول لي انت عايز تكتب ايه في التتر وانا اكتبه لك يا ابو لطفي. انت ابعت لي كده على فيسبوك، قول لي كلمات كذا، الحان كذا، توزيع كذا، استوديو كذا، شكر خاص لفلان، شكر اداره اعمال رقم كذا. كل اللي انت عايز تكتبه في التتر ابعته لي وانا اللي هكتبه لك يا حبيبي، تمام. طيب ابعته. طب هو موضوع الكلتون ده هو ازاي؟ ما هو الكلتون والرينجتون ده انت لازم تنزل لي بنفسك، وانت بتقول لي مش عارف انزل. يعني انت لو انت اعرف اليوم انت هتنزل لي انا ممكن انزل لك، بس بعد ما الكليب يتعرض ولا حاجه. طيب فهمني موضوع الكلتون ده بالراحه شويه. بص يا حبيبي، انت بتروح شركه بتمضي عقد، تمام. ان انت الشركه دي بتعمل لك حاجه اسمها تسويق، تمام. بيعملوا لك بتجيب لهم ورق، بتروح تسجل الاغنيه في الشهر في المصنفات، تمام، ب 50 جنيه ولا ب 60 جنيه، تمام. ان الاغنيه دي كلماتك ولحنك. مش الاغنيه دي كلماتك ولحنك ولا كلماتها مع لا كلماتي انا بس. ما هنا بتسجلها باسمك، وبتجيب الورقه من المصنفات بتروح بيها للشركه، بتديهم الورقه ديت كتنازل، تمام. ان او اثبات ان انت الاغنيه دي ملكك انت، تمام. هم بيبتدوا ان هم بتمضي معاهم العقد بعد 10 ايام او 12 يوم، بيبعتوا لك في رساله ثلاث اكواد: كود لخط اتصالات، لاي خط اتصالات، وكود لاي خط فودافون، وكود لاي خط موبينيل. اي حد هيدخل الكود دوت هتنزل اغنيته على التليفون اللي يتصل بيه يسمع اغنيتك. ده كلتون يعني، فهمت؟ ولو اغنيتك نجحت وتعمل لها تحميل كتير من على الاكواد ديت، بعد 3 شهور بيبقى ليك فيها ارباح مع الشركه ان شاء الله. وانا انا هكلم حجاج لازم على الموضوع ده، واسمك هيتحط على الموضوع ان شاء الله. حبيبي انا كده المونتاج في ايديا انا، فاهم؟ فانت ابعت لي الكلام اللي انت عايز تبعته على التتر كله، تمام. وفاهم حجاج ان هو اللي يجي اسلام يطلع بره الموضوع تماما، تمام. اسلام انا لو شفته هسويه بالارض بجد،
بعد كمان اللي عرفته منك دوت، لا ده نصاب وضلالي وحرامي وكل حاجه في الدنيا. ماشي؟ فلو شفته هعمل معاه الغلط بكتير. والله العظيم يعني ربنا وحده يعلم انا ممكن اعمل فيه ايه. تمام؟ بس أقول الكلام ده، موضوع الفلوس ده ما طلعش لحد، لأن عشان الحجاج ممكن يقول لي لا انت لازم لي تعرف عمك حجاج. انا كده كده بقى، أنا هعرفه. انا كده كده كل الكلام اللي بعته لك بعته لعمك حجاج، فعمك حجاج كده كده هيعرف. خلاص تمام. خلاص انت تفهمه، تقول له طلع اسلام بره الموضوع. تمام. وخلي كلامك مع حسن مع المخرج حسن المصري ومع مودو المونتير، لان مودو مع حسن. مودو ده الراجل بتاعنا، فاهم؟ ان هو بعد ما يخلص يجي يستلم مننا. تمام. ولو في اي تعديل عايز يعدله ولا تحت امره في اي حاجه يطلبها انا تحت امره فيها. تمام. وبعد ما يستلم يبقى يدي مودو 200 جنيه بقيت حقه، وشكرا على كده. انا كده في غلط في كلامي؟ لا تمام كده. ماشي يا ابو لطفي. كده انت حضرتك عداك العيب وتمام كده. وانا عينيا ليك في اي حاجه، وبعد كده انا عينيا ليك في اي حاجه. ما تروحش للنصابين الحراميه اللي زي البني ادم الوسخ دوت. يا ابن الناس يعني كده حتى والله العظيم الفلوس دي ربنا يعلم الواحد. يا ابني والله العظيم حرام عليه، حرام عليه. 5000 ونص يحطهم في جيبه ليه؟ عشان ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. يلا حسبنا الله ونعم الوكيل في ربنا. يلا هقفل معاك دلوقتي عشان الرصيد يخلص. شوف اتكلم معاك حضرتك وشوف تعمل ايه وبلغني، وابعت لي كل الاسماء اللي انت عايز تبعتها على التتر، ابعتها لي. بس حضرتك ممكن اترجاك انك انت توعدني انك انت مهما يحصل ما تحاولش انك انت تاذيني في الموضوع ده، لان الموضوع ده بالنسبه لي والله يا عم عهد مني قدام ربنا، انا عمري ما هاذيك في الموضوع ده تماما. عهد مني قدام ربنا انا عمري ما هاذيك في الموضوع ده تماما. تمام. بس اهم حاجه عمك حجاج واثق في اسلام ثقه عمياء، مديله ثقه زياده عن اللزوم قوي. تمام. فالمفروض ان هو يفهم ان هو بيغشه. تمام. المفروض ان هو يفهم ان مصلحته ومصلحتك معايا انا، مش مع اسلام. انا من الناس، لا انا جيت قلت لك دلوقتي انا محتاج مليم زياده، ولا قلت لك انا عايز حقي، ولا قلت لك عايز اي فلوس؟ لا يا عم ده انت فوق راسي. ماشي. انا ما قلتلكش اي حاجه، انا قلت لك بس الراجل بتاع المونتاج ياخد بقيه حقه وانت تستلم شغلك كامل مكمل. انا كده يعني انا بتربط من كلمتي يا ابن الناس. خلاص ماشي يا استاذ حسن، انا هكلم حضرتك تاني. وانا عينيا ليك يا ابو لطفي في اي حاجه، وما تقلقش من اي حاجه. حبيبي. ماشي يا ابو لطفي. هو العشم في كده والله، ربنا يخليك. حبيبي يا ابو لطفي، ربنا يخليك. سلام. وعايزك كده تكتب يعني لو ترضيني، بس انت كده كده اسلام عندك بيشوف البوستات بتاعتك صح؟ ايه؟ انت اسلام عندك بيشوف البوستات بتاعتك على الفيسبوك مش كده؟ عشان اعمل له بلوك. هو مش عندي على الفيسبوك اصلا طيب ماشي. بس كنت عايزك تكتب بوست ان انت يعني انت بتشكرني ان انا اخرجت لك الكريدت بتاعك، يعني فاهم؟ خلاص. كنت هبعت لك صوره من الكليب ليك من الكليب مثلا، واكتب عليها قريبا ليها زمن ابو الوفا منصور ولا ابو الوفا الصعيدي ولا ايه؟ ابو الوفا منصور، بس انا كاتب الفيسبوك اسمه ابو الوفا الصعيدي. ماشي. وهخليك هبعت لك الصوره دي وهخليك ترفعها وتكتب شكر خاص للمخرج حسن المصري. تمام. خلاص ماشي. حبيبي يا ولوفا. حبيبي يا استاذ حسن. يلا سلام. في رعاية الله يا باشا. في رعاية الحبيب. لا لا تفضل.